بعض الشباب يقول التقليد حرام. شلون التقليد حرام؟ يقول ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ألا فمن قلد في دينه فقد هلك. يا أخي اسأل، أنت مو شغلتك. صحيح هذا الحديث وارد عن الإمام، لكن أنت شوف وين وارد. الإمام الصادق قال: إياك والتقليد، ألا فمن قلد في دينه فقد هلك. لكن كمل قال: إذ يقول الله تعالى عن من؟ عن الأحبار والرهبانيون الذين عبدوهم بنو إسرائيل. هاي هي أجواء التقليد. فالتقليد إذا كان تقليد إضلال، تقليد ضلال. وقرأ الإمام سلام الله عليه الآية: بني إسرائيل الذين تبعوا رهبانهم وعبدوهم من دون الله. يقول الإمام: والله ما صاموا ولا صلوا لهم، ولكن حلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال. هذا التقليد المذموم، تقليد بني إسرائيل هو المذموم، وإلا تقليد العالم مو مذموم. ولذلك الإمام الصادق يذم التقليد المذموم. أما الإمام الحسن العسكري شو يقول؟ فأما من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه لله، فللعوام أن يقلدوه.